لا افهم الحتة دي عشان مهمة قوي. الهدف من انك انت تكتب الكلمات بالانجليش والجمل والامثلة انك انت بتساعد عقلك ان هو بيفتكر بسرعة الكلمة والجملة والمثال. هو مش محتاج يروح يفكر فيها بالعربي وبعد كده يترجمها للانجليش وبعد كده يقولها، لا هو اوريدي قدامه جاهزة بالانجليش فهيقولها على طول بالانجليش. اعملها حتى لو انت حافظ كويس قوي. هو انا مش بختبر حفظك، انا كل ما في المسألة بساعدك تفكر بالانجليش. ارجوك تسمع الكلام. هلو، انا سيف الله وانت بتسمع سلسلة كل 6 شهور لغة. النهاردة الحلقة الأولى من الكورس الأخير بتاعنا اللي بعنوان اكسر الحاجز. عارف أنا صممت الكورس دوت ليه؟ علشان ما توصلش لمرحلة الإتقان في اللغة في كل شيء ما عدا المحادثة، علشان كمان تكسر حاجز الخوف من إنك تتكلم باللغة الإنجليزية، ودوت أصعب حاجة هتقابلك على الإطلاق في اللغة عن تجربة، علشان تستخدم كل جملة وكلمة ومثال خدناهم في الكورسات اللي فاتت، بحيث إنك أنت لو استخدمتهم مستحيل هتنساهم. الكورس دوت بالذات على وجه الخصوص هيكون الكورس الوحيد اللي 18 حلقة ب 18 فكرة، كل حلقة بفكرة مختلفة، علشان انت تشوف ايه اكتر الافكار اللي خلتك تفكر بالانجليش واللي خلتك تستخدم كل كلمة انت اتعلمتها وتبدأ انك انت تنفذ الافكار دي على نفسك على طول في كل اللغات. فكرة النهاردة بقى بتتمحور حوالين انك انت يا تقعد قدام مراية يا تقعد قدام كاميرا، وانا افضل انك انت تصور، لان التصوير هيتيح لك انك انت بعد ما تنهي التصوير تشوف نفسك. لقيت نفسك مش راضي عن نفسك هتمسح وتعيد التصوير مرة واتنين لحد ما توصل للنتيجة المرغوب فيها. طيب هنعمل الحركة دي ازاي؟ ركز بقى معايا علشان تنفذ زي ما انا بقولك عشان توصل لافضل نتيجة. هتجيب ورقة وهتكتب فيها الكلمات والجمل والامثال اللي هقولها لك كمان شوية، واللي هي اوريدي احنا خدناها قبل كده اصلا في باقي الكورسات وفي الحلقات اللي فاتت. فبالتالي هتجيب الورقة هتكتب الكلمات اللي هقول لك عليها من غير ترجمة، احنا كده كده حفظنا كل الكلمات دي خلاص. قدامك الورقة هتبص، تشغل الكاميرا وتبدأ انك انت تبص على الكلمات والجمل والامثال اللي قدامك، وتحاول انك انت توجد طريقة لربط كل حاجة بتشوفها. انت مش هتفكر بالعربي، انت بالفعل قدامك الكلمات، كل ما عليك بس انك انت بتحاول توجد صيغة علشان تتكلم وتجمع كل الكلمات والجمل والأمثلة اللي قدامك في الورقة اللي انت شايفها في حوار مفيد أو غير مفيد مش مهم. المهم انك انت في البداية تحاول تلزق لي الكلمات دي والجمل دي والأمثلة دي مع بعضها قدر الإمكان. أهم حاجة ما تكتبش ولا كلمة عربي في الورقة علشان تساعد عقلك إن هو يبدأ يرتب بالإنجليش، يفكر بالإنجليش، يبدأ إن هو يحاول يوجد الحلول بالإنجليش. اسمع الكلام علشان ما تعانيش، أنا جاي لك بعد خبرة طويلة بديك الزبد، خد الزبد وقول الحمد لله. تعال بقى أمليك الكلمات والجمل اللي هنستخدمهم واللي أنا شايف إن ينفع فعلا تحطهم مع بعض وتلزقهم وتعمل حوار. يلا هات بقى الورقة وابدأ اكتب ورايا. طبعا أنا مش هقول ولا ترجمة لأي كلمة أو جملة أو مثال هيتقالوا دلوقتي ليك. ليه؟ زي ما قلت لك أنا جايبهم من الدروس السابقة. لو انت اول مرة تشوفني اسمع الدروس دي الاول، مش عاوزك تجري حتى لو انت مستواك كويس في اللغة. انا مش بعمل كورس عشان المبتدئ بس، انا بعمل كورس بصحح فيه مسار الجميع حتى نفسي. اكتب بقى الكلمات كده: pear, lion, apple, immediately, benefit, strawberry. اكتب لي الجمل: be passionate,
believe me. Where is the happiness? Be happy. Search for passion. اكتب لي بقى الأمثال. When pigs fly, better late than never. Piece of cake. طبعا لو حبيت انك انت تضيف بقى كلمات تانية احنا خدناها او هم جم على بالك وانت عمال تتكلم مش مهم. المهم ان الكلمات دي تكتبها لي في ورقة زي ما قلت لك تبص عليهم وانت بتتكلم. انت في البداية محتاج تبص على حاجة تفكرك ان مفيش عربي لازم يتقال، فهتبص على الكلمات الانجليش ودوت هيساعدك انك انت تستغنى عن التفكير بالعربي. لا افهم الحتة دي عشان مهمة قوي. الهدف من انك انت تكتب الكلمات بالانجليش والجمل والامثلة انك انت بتساعد عقلك ان هو بيفتكر بسرعة الكلمة والجملة والمثال. هو مش محتاج يروح يفكر فيها بالعربي وبعد كده يترجمها للانجليش وبعد كده يقولها، لا هو اوريدي قدامه جاهزة بالانجليش فهيقولها على طول بالانجليش. اعملها حتى لو انت حافظ كويس قوي. هو انا مش بختبر حفظك، انا كل ما في المسألة بساعدك تفكر بالانجليش. ارجوك تسمع الكلام. ده كان اخر كورس. ان شاء الله بكرة هنبتدي من اول كورس تاني وناخد الحلقة التانية وبعده الحلقة التانية من الكورس اللي بعده وهكذا. احنا كده بناخد كل 10 ايام حلقة من كل كورس. التزم، الموضوع سهل، الموضوع ممتع شيق. حاول انك انت تساعد نفسك وتساعدني نلتزم علشان بعد 6 شهور ان شاء الله نبدأ في لغة جديدة. السلام عليكم.